السلام عليكم حبيباتي، واشكم وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جبت لكم وما جيتش هدية فارغين، جبت معايا آه يعني روتين ولا يعني تدبيرة للبنات اللي راح نعطيها لكم في الفيديو هذا، ولا راح نحفزكم باش تخبوا العلا تاعكم تاع الشتاء ولا تاع رمضان. انا شوفوا البنات كل صيف نشري الفلفل والطماطم بزياده، واش ندير البنات؟ انا ما نخبيش كلش يعني في الكونجيلي، بصح يعني خاصه الفلفل والطماطم ندير الطرشي، ندير بومرذوغ، ندير يعني نرحي الطماطم نخبيها للعولة تاع الشتاء، نخبيها للرمضان، ندير بها البيتزا، ندير بها صوص طوماط. هيك البنات كي تغلى الطماطم نلقى روحي انا خبيت كونتيتي مليحه. شوفوا البنات، اول حاجه واش ندير؟ انا كنت هنا البنات شريت كميه مليحه، وراح نزيد الايامات الجايه راح نزيد نشري. اول حاجه واش درت؟ حكمت الطماطم حطيتها في الماء كامل، غسلتها مليح مرتين بالماء البنات حتى نشوف الماء تاعها نظاف. لازم تغسلوها مليح البنات باش ما تحز لكمش البكتيريا، عن بالكم الصيف والسخانه. درت فيها قطرات تاع جافيل، ومن بعد واش درت البنات؟ هزيتها كامله هنا، حطيتها بديت نحي لها هذاك الراس تاع يعني الراس تاع الطماطم كيما تشوفوا الحاشيه هذه الفوقانيه، ونقسمها هيك على ربعه ونحطها في البرمه. حطيتها كامل في البرمه البنات، ونحط يعني كي نلقى بلاصه مضروبه ولا حاجه نحاها، ما نديرهاش كامل. نحطها في البرمه، من بعد نحط عليها البنات الماء ونحطها فوق الطابونه ولا فوق الغاز، ونخليها حتى تتغالى، تهز الغلوه مليح. شوفوا البنات، انا ندير الطماطمه هذه بدون اضافات، يعني ما ندير ليه ما نزيد لها والو، لا نزيد لها لا ملح لا ثوم يعني حتى لا زيت لا حتى حاجه، غير نغاليها في الماء، ندي نروح نرحيها البنات، نخبيها في لوحه في لي بورتمونجي ونخبيها في الكلاصون. والله العام اللي فات درتها البنات قعدت لي اكثر من عام. يعني شوفوا هنا كما تشوفوا البنات البلايص المضروبه هذوما كامل نحيهم، ما يعني نحيهم، ومن بعد نقسم غير الحاجه المليحه نحطها هكا في برمه، نلوح عليها الماء ونخليها تتغالى. ما تنسوش البنات تخلوا لي جيم للفيديو، ما تنسوش تبارطاجوا لي القناه باش توصل اكبر عدد من المشاهدين والمشتركين. هنا شوفوا البنات رجعت للفلفل اللي عندي كونتيتي صغيره. شوفوا انا البنات الفلفل راهو عندنا غالي غالي البنات، يعني ما تصوروش كيفاه غالي. على هذيك يعني نشري غير بالكونتيتي قليله، ونجيب لي الزوج شويه نخبي بشويه. مرخص يعني الخضره كامله غاليه عندنا، البطاطا 14,000 13,000، الله المستعان. وخلاه الفلفل 10,000 12,000، يعني ما عندناش كيفاه راح نخبوا العلا تاعنا والغلاء هذا كامل. يعني كيف نفس السومه تاع الشتاء نفس السومه تاع الصيف. هنا شوفوا البنات واش درت الكميه تاع، راني نصور لكم بيد البنات وحاكمه بيد. شوفوا كيفاه نحل الفلفل في النص، نحلو في النص ونديرو في بلارات البنات، راح نديرو يعني بمكون واحد حيخلي لك الطرشي تاعك يهبل، هو الملح فرات. يعني المكون هذا هو انك تلوحي الفلفل تحليه على زوز وتحطي تعمري في المثال القرعه تاعك ولا البلاره ولا، وفيها شرح تحطيه انتيا وديري معاه كميه مليحه تاع ملح، ومن بعد تزيدي له الماء وتقفليه. هذا ما كان البنات. اذا حبيتيه تاكليه يعني نقوله في المثال في السمانه الاولى وكلش، خليه راه يعني خارج الفريجيدار، واذا حبيتيه يقعد لك يطول لك مده كبيره ومش راح تحليه ثمثم. هنا شوفوا كيفاه نهبط هكا البنات باش يهبط لي الملح كامل، نخليه مده وهو كيما هيك، ومن بعد نردو. كي نردو البنات نزيد نلقاه شويه نقص من الماء، راح نزيد له. شوفوا كيفاه. هنا راح نصب العشاء تاعي معاكم البنات، بما انه اللحم راه غالي وحنا دايرين كيما يقولوا اضراب عليه، رانا ما نشروهش. وصل حتى 54 البنات الكيلو تاع اللحم تاع الدجاج، الله المستعان علينا وخلاص. انا كانت عندي هذه الرجيله، مش رجل البنات، الرجيله كانت في الكونجيلي، كي جيت حليته لقيتها وليت قلت خلي ندير شويه ليتلي معاكم. شوفوا البنات درت شويه بصل وثوم، درت شويه زيت، شويه حمص، وهكا رجيله تاع اللحم حطيتها البنات مرقتها مليح،
وخليتها على النار تتمرق مليح، ومن بعد زدت لها لي زيبيس، زدت شويه قرفه، شويه فلفل كحل، شويه فواح، وخليتهم يتمرقوا مليح وشويه طماطم. وهنا نرجعوا البلارات تواعي اللي عمرتهم البنات، عمرتهم ودرتهم نفس الطريقه اللي نعتها لكم. لا ديروا فيها خل، لا ديروا اي حاجه البنات، راح تفسد ليكم، يعني راح يفسد ليكم الطرشي تاعكم. انا كي نديروا الخل راح يدير لكم القشره، والقشره راح تفسد الحاله. هنا بعد ما تغلى لي تغلت الطماطم البنات، رجعت عني يد هنا ويد لهي، هاني رحت مرقت المرة التليتلي تاعي حطيته يفور، ورجعت هنا للطماطم والسخانة البنات. الكوزينة راهي فايتة 50 درجة، راني نحكي لكم كلش واش كاينه البنات. هنا كيما قلت لكم بعد ما درته انا ملفه نخليه يبرد شوي. اليوم كي عدت زربانه وسخانه في الكوزينه قلت غير خليه نحي عليا وخلاص. شوفوا هنا البنات انا نهز اكل ماء راهو يكون نظيف، راني غسلتها مليح، نهز معاها شويه ماء، يعني مش راح ندير طماطم غير طماطم وحدها راح تجيني خاثره ياسر البنات. انا ندير معاها كميه تاع ماء، مش راح نلوحوا الماء كامل اللي غالينا فيه، بصح كميه قد ما نديروا العفو البنات، قد ما نديروا الطماطم نديروا معاها شويه ماء، باش من بعد كي تترحى لينا ليه. اول حاجه انا رحيتهم كامل هكا في الاشوار، حطيتهم في باسينه، ومن بعد البنات راح نزيد نرحيهم بالبراد ميكسار هكا باش ما نضرش الاشوار تاعي، ومع السخانه عبالكو تريسيتي كلش راح يذوب لي. شوفوا البنات زي ما جتني كونتيتي هايله، راح نزيد ندير كونتيتي اخرى قدكا وخلاص. الكونجيلي عقد الكونجيلي تاعي وش يهز. كاين اللي يديروها في اللي قبلي، انا ما نديرش في اللي قبلي البنات، انا ندير في البورتمونجي، ومن بعد نمد لوليداتي منه. عملوا ولدرت يعني وليداتي كامل كلاو منهم البنات يدوا معاهم لديارهم، كل وحده نعطيها قسمتها، نعطي قسمة ولا بناتي نعطي قسمة كنتي، كل واحد نعطيه قسمته. واللي يحب يدير البيتزا خاصة وقت اللي غلات الطماطم ولت ب27 وب30 الطماطم، أنا كانت ثم راني ما احتاجتهاش خلاص. نحب ثاني في الشتا نحب ندير شكشوكة نجبد ندير. شوفوا البنات بعد ما ميكسيتها ما ندير لها ملح، ما ندير على واه ما نديرش الملح البنات. نهار اخر كون ننسى ولا حاجة نحب نمرق يعني ندير الملحة تجيني مالحة، ولا البنات ثاني كي نمد لهم قسمتهم يحبوا يديروا تجيهم مالحه، نولي نخليها كيما هيك البنات. وهنا نجيب لي بورتمونجي اللي ما عادش نستعملهم، يعني اللي عاد ما نستعملهمش خلاه يعني قدام شويه، انا ما نطيشهمش البنات كيما يصفاروا لي هكا، ما نطيشهمش نخليهم نغسلهم مليح ونخبي فيهم العلا تاعي تاع الشتاء ولا تاع رمضان، خاصه في رمضان تعود عندنا الوصفات ياسر. ثانيتك تحبوا البنات ديروا تجبدوا شويه ديروه في الشوربه راح تجيكم هايله. وهنا شوفوا الاعداء تاعنا كيفاه كي نبداو نغسلوا ولا نبداو نخدموا في الكوزينه كيفاه تتلم علينا الحاله. شوفوا البنات هنا أنا راني كملتها لميت كامل، درت البطاطا، درت الطماطم هذيك حطيتها في الكونجيلي خليتها بردت خلاه، ومن بعد رجعت للعشاء تاعي. ها هو العشاء تاعي، وهنا زدت رجعت الكوزينه فحفحتها. هاي لكم النتيجه. هذا هو البنات الفيديو تاعي تاع اليوم، حبيت نشارك خواتاتي فيه، حبيت نعطيكم نصائح ونفكركم باش تلموا العلا تاعكم، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.